كفاية ترندات وافتكاسات. تعالوا نعمل الاكل بتاع زمان بتاع امهاتنا الجميل اللي كلنا اتربينا عليه، صينية بطاطس بالفراخ بالطريقة العادية خالص اللي احنا كلنا بنحبها. هتبل الفراخ اول حاجة، معايا تومة وملح وفلفل اسود وكزبرة وبابريكا او ممكن شطة او ممكن بابريكا عادية اللي يريحكم. مرق الدجاج اختياري برضو. زعتر بيبقى حلو قوي مع الفراخ. بهارات فراخ. زيت. دي التتبيلة اللي انا هتبل بيها الفراخ وهسيبها شوية. وعصرة ليمون اختياري بس بتدي مزازة حلوة قوي. تعالوا بقى هنا شموا الريحة خطيرة جدا. معايا الفراخ طبعا كنت نقعها وغسلها كويس جدا، وهتبل الفراخ من فوق الجلد وتحت الجلد، وكل ما تسيبوها في التتبيلة هتشرب من التتبيلة وهتبقى خطيرة والريحة فظيعة جدا. قولولي طريقتكم ايه في صينية الفراخ بالبطاطس وفي ناس بتعمل صينية الفراخ لوحدها وفي ناس بتعمل البطاطس لوحدها. قولولي في الكومنتات. هنا بعد ما تبلتها وسبتها شوية في التتبيلة تقريبا نص ساعة عشان انا كنت مستعجلة. معايا بقى المقلاية بتاعتي او الطاسة او ممكن في الصينية اللي انتوا اصلا هتستخدموها على طول، مفيش اي مشاكل. حطيت المادة الدهنية، انا حطيت زبدة وحبة زيت، انتوا ممكن تستخدموا زيت بس، زبدة بس. ممكن سمنة. المادة الدهنية دي ترجع لكم. تمام كده. هشوح بقى الفراخ زي ما انتوا شايفين، انا هحمرها او هشوحها بس مش هخليها تستوى ولا اي حاجة ولا هسيبها تستوى، بس طبعا هنزل بقية التتبيلة بتاعتي الخطيرة فظيعة جدا. اول بقى طبعا ما اتحطت في المادة الدهنية طلعت الريحة، مش عايزة اقول لكم، يا ريتكم كنتوا معايا وشامين الريحة بجد. وصلتوا معايا لحد هنا متنسوش تحطوا اللايك الجميل لي زيكم وكومنتاتكم الحلوه وتشتركوا في القناه لو اول مره تشوفوني، وما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. تمام كده. هشوح بقى الفراخ وهنرجع مع بعض نشوف هنعمل ايه تاني. هنا الفراخ بتاعتي خلاص بقت متشوحه وتمام واخدت اللون معايا. في نفس الطاسة ومكان الفراخ بتاعتي معايا البطاطس مقطعاها، قطعوها بالطريقة اللي تحبوها. تمام كده. هشوح البطاطس بتاعتي عشان تاخد من نفس الطعم بتاع الفراخ ونفس البهاريز ونفس كل حاجة جميلة بصراحة. ومعايا بصل مقطعاه كده مكعبات، ممكن تقطعوه طرنشات، تقطعوه جوليان، برضو التقطيعة دي ترجع لكم. شوفوا الطريقة اللي انتوا بترتاحوا فيها قطعوها. حطيت فلفل اسود، وهحط كمان كمون، ممكن تستغنوا عنه بس ادى طعم حلو قوي. تمام كده. وهحط كمان رشة جوز الطيب اختياري بس بتفرق جدا في الطعم. هي رشة بسيطة بس بتخلي الاكل في حتة تانية خالص. هشوح بقى تشويحتين كده. تمام. ومعايا فلفل اخضر مقطعاه طرنشات زي ما انتوا شايفين هحطه. ممكن تستغنوا عنه، ممكن تحطوا الحامي، ممكن تحطوا الوان اللي يريحكم. تمام كده. بس بصراحة كان طعمه حلو قوي، الخضار كان احلى من البطاطس والفراخ كمان. لسه في خطوة كمان هنعملها وتبقى الصينية جاهزة معانا، وقولولي رأيكم ايه وعايزاكم تجربوا وترجعوا تقولولي في الكومنتات. هجيب بقى الصينية اللي انا هدخلها الفرن، هحط فيها البطاطس والبصل والفلفل اللي احنا شوحناهم. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تعملوا في الصينيه من الاول خالص، مفيش اي مشاكل. تمام كده. هسوي بس الصينيه كويس. ايوه. هقوم بقى جايبه الفراخ وحطها عليها زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. طبعا انا عامله نص فرخه، انتوا ممكن تعملوا فرخه. بألف هنا بألف هنا على اللي ليه نصيب ياكل منها. طبعا اي بهاريز نازله منها لازم احطها عشان دي طبعا هتودي الاكل في حته تانية. معايا بقى طماطم وبصل وفلفل حامي او عادي او ممكن تستغنوا عنه. تمام. وحط عليه ملح وفلفل اسود ودعكاهم دعكه عشان انا عايزه اطلع التسكيره بتاعه البصل. بصراحة خطيرة خطيرة، ريحتها فظيعة. وحطيتها كده من فوق الوش.
وحطيت نص كوباية مية او ربع كوباية مية، لان طبعا الخضار بتاعها كده كده هينزل ميه، وهغطيها بورق فويل او قصدير، وهسيبها على النار بس من فوق تغلي غلوتين، وبعدين هدخلها الفرن. ولما الفراخ بتاعتي تستوى هشغل الشوايه تاخد لون ويطلع معانا الجمال اللي انتوا شايفينه ده. الريحه خطيره، كانت قلبة البيت بجد، كانت ريحتها خطيره جدا زي ما انتوا شايفين. ما شاء الله ما شاء الله، بألف هنا. الفراخ استوت والبطاطس كمان كانت دايبه، الخضار اصلا اللي حواليها ده خطير جدا. عايزاكم تجربوا وترجعوا تقولوا لي في الكومنتات. ما تنسوش اللايك الجميل اللي زيكم وكومنتاتكم الحلوه، وتشتركوا في القناه، وقولوا لي بتتابعوني من اي بلد. وده فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم. هستنى رايكم في الكومنتات، تجربوا وترجعوا تقولوا لي تاني. بجد خطيره والريحه خطيره جدا. بالف هنا بالف هنا على اللي نصيب ياكل منها. يا ريتكم كنت جنبي، كنت دوقتكم كلكم. بس انا عايزاكم تجربوا وترجعوا تقولوا لي. وبس كده. وبصوا الخضار ده بصراحة انا اكلته مع الرز، وكنت عاملة جنبها رز ابيض كمان، كان خطير جدا جدا. ممكن تعملوا رز بالشعرية، اللي يريحكم اعملوه، واللي انتوا بتحبوه اعملوه، واللي ولادكم بيحبوه اعملوه. وبس كده يا جماعة، واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.